السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنراجع مراجعة شهر إبريل الخاصة بيونت 9 ويونت 10. إن شاء الله كمان هنراجع على كل الكلمات الخاصة بالوحدة التاسعة والعشرة وهنحل عليهم كل الأسئلة، وكمان بعد كده هنشرح الجرامر الخاص بالوحدة التاسعة وبعد كده الجرامر الوحدة العشرة وهنحل عليهم هما كمان. أول حاجة نبدأ نقرأ في كلمات يونت 9. بسم الله. أول حاجة منظر طبيعي scenery، منظر طبيعي scenery. قرن، تاني كلمة بعدها على طول قرن century، century تيو وانت بتقرأها كده هتديها سنة century. لوحة فنية portrait، لوحة فنية لبني آدم إنسان يبقى اسمه portrait. نص أو سيناريو script. رأي view أو ممكن أسميه opinion. مسرح ستر أو ممكن أقول theater. أزياء مناسبات costumes، ودي بيلبسها الممثلين يلبسوها لما يكونوا هيعملوا مثلا مسرحية أو بيمثلوا في حاجة، بيلبسوا الكاستيومز الأزياء. بعد كده فن النحت sculpture، ممكن أسميها بمعنى تمثال برضه، تمثال اللي في المتحف بيبقى اسمه sculpture. ملون colorful. المكياج ميك اب. يوصي recommend. رجل الإطفاء firefighter. عرض أو يعرض show. مقال نقدي review. فن الخط calligraphy. التمثيل acting، لكن act بس معناها يمثل. صناعة الأواني الفخارية pottery. بعد كده صلصال clay. رسوم متحركة cartoons، اللي هو الكرتون وفيها دبل او مش هو واحدة. فنان artist، فنان اللي هو بيرسم. تمثال statue. فرقة موسيقية orchestra. يحضن hug أو حضن hug. كرسي متحرك wheel chair. موسيقار musician. أعمى blind، وده can't see، لا يستطيع أن يرى. علاقة relationship. مراسل إذاعي radio reporter، مراسل شغال في الإذاعة radio reporter. أصم لا يسمع deaf، وده can't hear، لا يسمع. درجات السلم stairs. عاجز disabled. طريقة برايل للمكفوفين. آلة الكمان violin، دي آلة موسيقية. حفلة موسيقية concert. مواصلات transport. يختبئ hide. فخور proud، وبيجي معاه حرف الجر of أو proud of يعني فخور بيه. مهارات skills. يتخيل imagine. يتعجب wonder. إشارات المرور traffic lights، GH silent traffic lights. جريدة الأخبار newspaper. خلي بالك إن كلمة news أخبار هي بالعربي جمع أخبار، ولكن بالإنجليش عندنا الأخبار بتعامل معاملة المفرد، يعني news أخبار تعامل كأنها مفرد. دعوة invitation. ناقد أدبي reviewer. ملخص summary. طلب request. يدعو invite. وهدية present أو يقدم present. يهرب escape. حفلة عائلية family party. الحرائق fires. مدينة الملاهي theme park. مخيف scary. آلة machine. أحداث actions. يعيد تصنيع أو يعيد تدوير الكمامة مثلا أو البلاستيك بيبقى اسمها recycle. يكمل complete. فيلم مغامرات adventure film. يهبط يعني land، وليها معنى تاني اسمه أرض يعني land. حقيقي real. كلمات يونت 10 بعد كده
واسع أو فضفاض، حاجة واسعة كده oversize بيبقى اسمها loose. أما الحذاء الرياضي trainers، حذاء رياضي trainers. الجلد leather، حجم أو مقاس size. حجاب الرأس head scarf، كتان linen. أسلوب style. الحلق earrings، والكلمة دي جمع لأن الحلق عبارة عن مكونين earrings شيئين. مسترخي relaxed. أنيق smart. شنطة يد handbag، يحمي protect. مخطط stripped. حزام belt. ملاية sheet. تقليدي traditional. وشاح الرأس scarf. خشبي wooden، لكن wood بس معناها خشب، لو كتبت wood وشلت الاي ان هيبقى اسمها خشب. غير رسمي، وده بيتقال للملابس casual. اللبس الكاجوال هو اللبس اللي هو على الموضة، يعني ملوش علاقة بالكلاسيك ولا اللبس الرسمي. عقد necklace. كهربي electric. يستعير borrow، وعكسها كلمة تانية اسمها يسلف، ودي اسمها lend يعني يسلف. مثالي perfect، جودة quality. البيئة environment، ناعم soft، عناية care. محاصيل crops، مواد كيميائية chemicals، وأنا بقرأ أقول chemicals مش chemicals، لا chemicals. ينتج produce. رفاهية luxury، يعني الاكس كيو هنا بقرأ كش يبقى luxury. luxury. زي مدرسي school uniform. الحكومة government. صناعة industry. لسه في حفل زفاف فوقيها الأول نسيناه. حفل زفاف wedding. ماشي. حفل زفاف wedding. والصناعة industry. يمتلك own وتربة soil. نبات الخيزران bamboo. ومع ذلك however. خزانة، والخزانة دي بتبقى فيها إدراج، تحط فيها برضو الحاجات المهمة أو ممكن الملابس كمان، اسمها chest of drawers كانت موجودة الترم الأول. جميل pretty. محل أو يتسوق shop. سعر price. مفيد useful. إضافي extra. غرفة التغيير changing room. حقيبة يد handbag. مثالي perfect، مكررين الكلمتين دول. يناسب أو يلائم fit، يقول لك جاي منها كلمة outfit. ماشي. يفحص أو يتأكد check. شيء object. إعلان advert، اختصار لكلمة طويلة اسمها advertisement. تمثال statue، مكرر. واجهة محل shop window. زبون customer. يشمل أو يتضمن include بائع في محل shopkeeper. دي مصطلحات. أول حاجة recommend، يوصي أو يرشح حاجة لحد، بيجي بعدها فعل عليه ing. بعد كده يستعد ل get ready for، مشهور ب famous for. يدون ملاحظات make notes. يتبادل الأدوار swap rules. يصيح shout، يصرخ في حد shout at. يمارس فن الخط do calligraphy. يعرض make a presentation بدلا من instead of على الراديو on the radio. كلمات يونت 10. مثل the same as، مصنوع من made of، يحمي من protect from، يرتدي dress in، يهتم ب care more about، يهتم أكثر ب. مناسب لي perfect for. زوج من يعني شيئان من شيء ما pair of. للبيع for sale،
لو عرض حاجة للبيع يبقى دي for sale. يقيس try on. يتزوج get married. كلمة عليها أسئلة. أول حاجة in summer في فصل الصيف I go to my village بروح القرية بتاعتي and enjoy وبستمتع. أستمتع بإيه بقى؟ بmountains الجبال ولا بستمتع بالثياتر المسرح ولا scenery المنظر الطبيعي؟ هي scenery المنظر. رقم 2 I asked my grandmother سألت ستي to teach me how to knot. سألتها أن تعلمني كيف أعمل إيه؟ costumes الملابس أو الأزياء. كيف أخيط sew يعني أخيط ولا sew يرى أو رأى الماضي من يرى سي ولا sing يغني ولا سي يرى؟ لا طبعا ولا دي ولا دي ولا دي، هي أخيط الملابس sew costumes اللي هي الملابس أو الأزياء. Not is a funny drawing. drawing يعني رسم وطالما فيها رسم قالك usually shows بيتعرض people or animals عبارة عن ناس أو حيوانات يبقى ده كرتون. كرتون هو اللي عبارة عن حاجة بتبقى مرسومة وبيعرض حيوانات أو نباتات. 4 الأول أن سيبك منهم وابدأ خمن أني كلمة معناها الكلام ده. person يعني شخص. كل دولت شخص. بسألك هو paints يعني يلون. شخص بيلون يبقى الارتست على طول اللي هو الفنان. هي دي. 5 the actors الممثلين war المفروض هنا war يعني ارتدوا أو بيرتدوا. historical طالما ممثلين بيرتدوا يبقى costumes اللي هي الأزياء لأن بيلبس الممثلين بيلبسوا أزياء للمناسبات. for the show يعني العرض هيلبسوا الأزياء للعرض اللي عندهم. العرض. 6 my sister wants أختي تريد إن هي إيه؟ in the summer school play هنا معناها مسرحية. تريد أن تعمل إيه في المسرحية؟ act يعني تمثل تمثل ولا paint ترسم للمسرحية ولا do تفعل ولا write تكتب. لا هي عايزة تمثل في المسرحية بتاع المدرسة. سؤال 7 he painted يعني رسم ملون إيه؟ رسم ملون إيه؟ sign يعني لافتة ولا portrait اللي هي اللوحة الفنية. رسم لوحة فنية ولا بوستر ولا ستاتيو تمثال. لا هو رسم لوحة فنية of his daughter لأخته لبنته. 8 there are يعني يوجد big and small يوجد ايه كبير وصغير in the museum يعني المتحف. ايه اللي موجود في المتحف؟ opinions آراء ولا concerts حفلات موسيقية ولا sculptures اللي هي التماثيل ولا musicians اللي هم الموسيقار. لا. رقم 9 the orchestra الفريق الموسيقي has a lot of clever عندهم ايه شاطرين. عندهم dentist اطباء اسنان ولا scientists علماء ولا musicians موسيقار. جمع من كلمة موسيقار. الفريق فيه musicians فريق موسيقي. 10 he had a terrible accident يعني حادث فظيع that left him يعني جعله أو تركه. الحادث جعله disabled يعني معاق. messy فوضوي. noisy يعني ضوضاء. happy سعيد. الحادث جعله disabled يعني معاق. 11 mom always gives me دايما بتعطيني big when she sees me لما بتشوفني. أمي بتديني إيه؟ hang بتاخد مني حاجة hang بتستلقط مني شيء. بلوج ثانية واحدة. أمي سبحان الله بتعطيني إيه؟ بتعطيني hug وhug يعني حضن لكن hang دي معناها يعلق حاجة فاهم؟ بلوج دي اللي هي مدونة. رقم 12 people الناس who can't walk لا يستطيعوا المشي. can use طبعا ناس ما بتستطيعش الحركة يبقى دول بيستخدموا wheelchairs اللي هي الكراسي متحركة. سؤال رقم 13 she is a radio
راديو ريبورتر اللي هي بتاع خاصة بالراديو، مقدمة برامج في الراديو. راديو ريبورتر هي حفظ كده على بعضها. 14 My father is a good man. والدي هو راجل جيد. And I am so proud وأنا فخور not be like his son. في مصطلح اسمه to be، و to be ده معناه بالعربي أن أكون. أنا فخور أن أكون his son، ابنه، يبقى to be معناها أن أكون أو أن يكون. 15 We all our plastic. في البلاستيك ده نعمله ايه؟ burn يعني نحرق، ولا ريسايكل يعني نعيد تدوير؟ هي ريسايكل. 16 I heard سمعت a really interesting program نقط. سمعت ايه مش هنسوق. نرجع تاني للسؤال بتاعنا. I heard a really interesting program. سمعت برنامج شيق not radio the radio. عايز اقول على الراديو يبقى on the radio، على الراديو. مصطلح مشهور جدا اسمه on the radio. 17 we went ذهبنا الى where we played many games. لعبنا العاب كتير and enjoyed our time. لعبنا هناك واستمتعنا. يبقى الستر المسرح، سينما، بارك دي معناها النباح بتاع الكلب او ينبح يهوهو يعني، لكن بيه لفوق معناها حديقه. لو البيه لفوق هيبقى معناها حديقه، لكن لو البيه تحت او هوت الكلب. ثيم بارك اللي هي الملاهي، عشان طالما قال لك جيمز العاب واستمتعنا يبقى دي ملاهي. 18 he didn't reply. reply يعني يرد، didn't reply يعني لم يرد. لم يرد على الايه؟ اكتور ممثل، event الحدث، accept يقبل، ولا request يعني طلب. لم يرد على الطلب. فاهم؟ عادل امام يبقى ده ستار، نجم سينمائي in Egypt في مصر. I like watching انا بحب مشاهده ايه؟ فيلمز الافلام. بص طالما لقيت افلام يبقى خدها ادفنتشر، عشان تقول ادفنتشر فيلمز يعني افلام المغامرات. 21 تيك خذ ايه بقى؟ تعال احنا دي مختارين ادفنتشر. تيك ا ديب بريس، خد نفس عميق. ديب بريس نفس عميق. and you will feel وسوف تشعر بايه؟ nervous توتر، tired التعب، worried القلق، ولا relaxed الاسترخاء. تشعر ان انت مسترخي يعني كده بقت مسترخي والله. 22 she is wearing هي ترتدي because it's very sunny. طالما في sunny شمس يبقى هي لابسه sun glasses نظارة شمس. 23 I usually wear ارتدي sports clothes ملابس رياضية، لأن الملابس الرياضية دي بصراحة بتكون comfortable يعني مريحة، ولا uncomfortable غير مريحة، ولا ugly وحشة، ولا hard صعبة وجديدة. 24 تاليا likes بتحب wearing ارتداء clothes الملابس like t-shirt مثل التيشيرتات والترينرز. بتحب تلبس تيشيرتات يبقى هي بتلبس casual، ولا بتلبس فورمال رسمي، ولا تراديشنال قديم، ولا بتلبس بلاستيك. بعد كده 25 I cover my bed بغطي السرير بتاعي with ايه؟ بغطيه بالسكارف، ولا بالحزام، ولا بالسكيرت الجيبه، ولا بالشيت الملايه. هي الشيت الملايه. 26 shoes bags الجزم والباجز والشنط والبيلتس والحزمه. الحاجات دي مصنوعه من ايه؟ وول الصوف، ولا ليزر الجلد؟ ليزر. she wears هي ترتدي ايه؟ clothes ملابس to hide لكي تخبئ that she is fat عشان تخبي يعني انها fat. يبقى بتلبس ملابس ايه؟ loose فضفاضه او واسعه oversize. 28 we wear احنا بنرتدي heavy clothes ملابس ثقيله in winter في الشتاء to a warm يعني دافئ، يبقى to keep warm لكي نبقى دافئين. keep warm ده مصطلح اسمه يبقى دافئا. cotton from Egypt القطن المصري is very good هو كويس جدا. so it's often غالبا used to make بيستخدم لكي يصنع الملابس الايه؟ bad السيئة، ولا luxury الفخمة والفاخرة؟ هي luxury clothes ملابس فخمة. Noah speaks English بيتكلم انجليزي very well.
هي تكون at language. طالما بتتكلم انجليزي حلو يبقى هي ميسي فوضويه ولا باد سيئه ولا بيرفكت. طالما قال لك speaks English well يعني بصفه جيده او جيدا، والله ما انا راضي. انا غلطان ان انا عملتوش سايلنت في اول الحصه. تتكلم انجليزي حلو يبقى هي perfect at languages يعني هي مثاليه في اللغات. 31 cotton is not a hard material. القطن ده مش ماتيريال هارد، هو مش خشن ومش صلب، لكنه يعتبر ايه؟ رف، خشن، سيف، امن، سوفت، ناعم. 32 I usually wear، هنا المفروض دي اسمها wear، يرتدي. انا دايما برتدي when I do sport، لما بلعب رياضه يبقى انا برتدي دريس ولا بوتس في رجلي ولا ترينز يتدرب ولا ترينرز الحذاء الرياضي. ترينرز ده معناه حذاء رياضي. ماشي. We are building، احنا بنبني more factories، مصانع كتير to improve، لكي نحسن. بنبني مصانع كتير عشان نحسن الفارمنج الزراعة، ولا environment البيئة، ولا industry اللي هي الصناعة. بنبني علشان نحسن الصناعة ولا البيئة. احنا بنبني مصانع يبقى بنحسن الصناعة. 34 she a book from the library، من المكتبة. طالما فيها مكتبة وفيها كتاب يبقى استلف الكتاب من المكتبة، ويستلف يعني borrow a book from the library. 35 he bought اشترى a big chest of chest of drawers على طول. drawers اللي هو الدولاب. drawers فين drawers؟ اهي اخدها. chest of drawers كلمة في الحفظ قايلينها فوق من شوية معناها الدولاب. 36 the book is full، الكتاب مليان بإيه؟ information معلومات. طالما كتابه معلومات وقالوا في الآخر we know a lot، عرفنا الكثير عنه، يبقى معلوماته بتكون useful يعني مفيدة. طالما كتابه معلومات يبقى useful information معلومات مفيدة. social media، في مصطلح اسمه check social media يعني يتفحص وسائل التواصل الاجتماعي. check social media عمال يرن شروط. 32 that dress الفستان ده looks a long to me. long يعني حاسس ان هو طويل علي. but I can wear it، ولكن انا اقدر ارتديه. اعتقد ان هو طويل قليل علي لان انا قادر البسه، وبالتالي يبقى هو الطول بتاعه قليل. ده هو مصطلح اسمه bit. لما اقول a bit long يعني طويل قليلا، لان bit دي معناها قليلا. طويل بس يعني الطول بتاعه مش مسبب مشكله، عشان قال but I can wear it، لكن استطيع ان ارتديه. 39 she is putting her new car، العربيه الجديده بتاعتها up not sale. في مصطلح اسمه for sale. for sale يعني معروضه للبيع. for sale يعني معروض للبيع. my brother is going to، اخويا سوف married. في مصطلح اسمه get married، و get married يعني يتزوج. الجزء الثاني هو جزء الجرامر. جرامر الوحدة التاسعة. جرامر الوحدة التاسعة بيتكلم عن القدرة ability باستخدام 3 دروس ليها. 3 دروس سهلين جدا إن شاء الله. أول درس اسمه كان معناها يستطيع أن. عشان أستخدم كان لازم أبقى عارف إنه بيجي بعدها قبلها فاعل، وبيجي بعدها فعل في المصدر. بيجي قبلها فاعل وبعدها فعل في المصدر. فأي سؤال على كان هيجي لك بتلاقي قبلها في فاعل وبعدها في فعل في المصدر. والنفي من كان اسمه كانت، وبرضه كانت بيجي قبلها فاعل وبيجي بعدها فعل في المصدر. لو عايز يعمل سؤال لكان بيجيب كان مكان الفاعل، يعني بدل ما يقول فاعل وبعد كده كان بيعكس. لو عايز يعمل سؤال بيقول كان الأول وبعد كده الفاعل. ده لو يعني هيعمل سؤال بيجيب كان هي الأول. بس هذه كان الدرس الأول بتاعه، بتعبر عن استطاعة فعل شيء، حد يقدر يعمل حاجة. الدرس الثاني هو درس able to.
معناها قادر على أن. بس عشان استخدم able to لازم يجي قبلها، بيجي فاعل برضه بس لازم يكون في am أو is أو are. يعني able to عشان نستخدمها لازم يتحط قبلها am أو is أو are، وما ينفعش استخدم able to إلا لما يكون قبلها verb to be am أو is أو are، ويجي بعدها على طول فعل في المصدر. يعني زي كان بيجي بعدها فعل في المصدر. لو عايز اجيب العكس بتاع able to باجي على الام والاز والار احط لكل واحده فيهم نوت. يعني اجي على الام اخليها ام نوت. ثانيه واحده. يعني مثلا اجي هنا اقول ام نوت، اقول ام نوت، اقول ام نوت. اجي على از اقول از نوت isn't، او اجي على ار اقول aren't. ده لو عايز يعني اقول النفي. يعني بقول am not able to يعني غير قادر على ان، او اقول isn't able to يعني غير قادر على ان، او اقول aren't able to يعني برضو غير قادر على ان. حلو حلو. بس هي am not ما ينفعش نختصرها، يعني ما ينفعش اقول amn't، اقول am not. ماشي. الاحسن احنا بقى نكتب ايه؟ not كده. فين البتاع؟ استيك. مفيش استيك. الاحسن ان انا اقول ايه؟ am not كده. دي اشيك واحسن. am not able to وبعد كده فعل في الماضي. ماشي؟ ماشي. يبقى able to معناها قادر على ان، بيتحط قبلها am او is او are، وبيجي بعدها فعل في المصدر. ماشي؟ ولو عايز اجيب عكسها اجي على am و is و are احط لكل واحده not. يبقى am not able to او isn't able to او aren't able to. ولو عايز اعمل سؤال ل able to بجيب am و is و are في اول الكلام. ماشي. المهم ان able to لازم يكون معاها am او is او are. هتشوف عليها اسئله برضو دلوقتي. اما الدرس الثالث اسمه know how to، وده معناه بالعربي يعرف كيف ان. يعرف كيف ان. know how to بقى ده ما بيجيش قبليه ولا am ولا is ولا are، بيتحط قبليها فاعل على طول، بيجي بعديها فعل في المصدر. دي جدعه. بس هي مش جدعه في حاجه، هو ان نو ممكن يتحط لها في الاخر حرف الاس، يعني ممكن يبقى اسمها نوز بس بشرط لو جه قبلها، لو كان الفاعل اللي قبلها هي او شي او ات. يعني لو جه قبل نو هي او شي او ات لازم تحط لها حرف الاس، ولكن لو الفاعل اللي قبلها كان اي حاجه تاني غير هي او شي او ات تسيبها نو زي ما هي، وهي اسمها نو هاو تو، ولازم يبقى اسمها نو هاو تو، عشان ساعات بيجي يكتب نو نقط تو فتختاروا هاو، او يقول نو هاو نقط فتختاروا تو كده يعني. ولو عايز يعمل لها نفي، النفي بتاع نو هاو تو بيتعمل بدونت او دازنت. يعني عادي هي في المضارع، فلو يعمل لها نفي بيجيب دونت او دازنت. يقول يعني دونت نو هاو تو، او ممكن يقول doesn't know how to. don't know how to و doesn't know how to معناهم لا يعرف كيف أن، العكس. بس الفرق إن don't لازم يجي قبلها جمع، لكن doesn't لازم يجي قبلها مفرد. والمفرد يعني اللي هم الهي والشي والإت. ولو هيعمل سؤال لنو هاو تو، لو هيعمل لها سؤال يجيب do أو does في الأول، يعني يجيب do أو يجيب does. طبعا الدو هيجي بعدها جمع والدز هيجي بعدها مفرد، ده في حالة السؤال. طبعا هما الاثنين لما يجوا في الأول معناهم هل، ممكن يتحط قبليهم أداة استفهام. لو جاب دو هيجيب نو هاو تو، وبعد كده فعل في المصدر، وبعد كده في الآخر يحط question mark. وهنا برضو نو هاو تو، وبعد كده فعل مصدر، وبعد كده احط علامة استفهام. هنا نو ما ينفعش يتحط لها حرف الاس في الاخر، عشان خاطر الدو والداز بيخلوا اي فعل معاهم يبقى في المصدر، فنو ما ينفعش يتحط لها اس خالص. حتى برضو في النفي هتفضل نو زي ما هي، ما ينفعش يتحط لها اس، عشان خاطر الدونت والدازنت بيبقى معاهم نو في المصدر.
ولكن بنحط لها اس لو ما فيش ولا دونت ولا دازنت ولا دو ولا داز، بيتحط لها اس لو معاها هي او شي او ات. تعال نشوف بقى ايه الاسئله بتاعت الثلاث دروس دول، هم سهلين جدا. اول حاجه في you able to. بص able to اول ما تلاقي able to لازم يجي قبلها am او is او are. طب اليو تخليك تجيب am ولا is ولا are؟ are طبعا عشان اليو جمع فتاخد are، يبقى are you able to. يبقى لما بشوف able to لازم احط قبلها am او is او are، وده الدرس الوحيد اللي بيجي قبليه am و is و are في الثلاث دروس اللي قلنا عليهم. احمد is blind، وبلايند يعني كفيف لا يرى. بما انه لا يرى يبقى هو ايه؟ سي يرى ولا يرى. ينفع اقول كان يستطيع؟ لا لا يستطيع. know how يعرف كيف؟ لا. is able قادر؟ لا طبعا مش قادر. يبقى عندي isn't able، و isn't able يعني غير قادر على ان يرى. 3 this artist هذا الفنان how to، هو الدرس اسمه know how to، فقلت لك ان هو ممكن يشيل ايه؟ كلمه من الثلاثه. هو اسمه know how to، يعني لو رجعت كده تفكر ان هو اسمه know how to، فهو ممكن يشيل لك واحده من الثلاثه. بص ادي know how to، ممكن يشيل how، ممكن يشيل know، وممكن يشيل to. فانا حافظ المصطلح على بعضه اسمه know how to، يعرف كيف ان. فببص على السؤال لقيته بيقول لي how to، فناقص لها no، ولكن قبل النقط كاتب artist فنان، وفنان ده كانه هي، ونو هاو تو لو جه قبلها هي او شي او ات فلازم يبقى نو عليها حرف الاس، عشان كده لقيت نوز عليها حرف الاس هنا، يبقى الصح ان انا احط لها اس. 4 نو يبقى قالك ايه؟ هاو، يبقى تختار هاو. فاهم قصدي؟ 5 travel to نسافر الى another country الى دولة اخرى without بدون باسبور، بدون ما يكون معنا باسبور. يبقى كان نستطيع ولا are able to قادرين على، ولا can't لا نستطيع. 6 في able to، يلا طالما لقيت able to يبقى تجيبوا am او is او are، وهنا في you يبقى تجيب are. 7 know how فاضل لك ايه؟ to. فين الاختيار اللي فيه to؟ اهو، وبعد كده فعل في المصدر. 8 able to يبقى تجيب am او is او are، بس هنا كاتب your father، ويور father ده مفرد يبقى is. اوعى تفتكر ان يور دي تعامل معامله الجمع، لا ده يور مش مفرد ولا جمع، اللي بعدها هو اللي بيحدد، وفازر اب يبقى مفرد يبقى is، يبقى الاجابه بتاعتك is. 9 able to يبقى لازم تجيب am او is او are، هنا I يبقى تقول لي am. 10 ده سؤال لنو هاو تو. السؤال بتاع نو هاو تو بيتعمل يا اما بدو يا اما بدز، الاثنين في الاختيارات، بس اليو بيجي لها دو يبقى دو يو عشان جمع. 1 كان هيجي معاها فعل في المصدر، يبقى السوينج خليها في المصدر، شيل من عليها الاي ان جي تديك سو، والسو معناها هيخيط. do you know how فاضل لك to know how to، وبعد كده فعل في المصدر make اهو، فعل في المصدر اكتبه، يبقى الاجابه to make. able فاضل لها to وبعد كده فعل في المصدر، يبقى play اصلا فعل في المصدر play. حسام كان يستطيع do exercise يقوم بتمرينات because he is seriously ill لانه مريض بخطوره، يعني عنده مرض خطير. يبقى كان يستطيع؟ لا يبقى كانت اجيب العكس منها. we can نستطيع live without water نعيش بدون الميه، يبقى كان نستطيع خليها كانت لا نستطيع. وفي الغالب يعني لو قال لك صحح الخطأ في كان بتخليها كانت. able to بيجي قبلها am او is او are، بس فاير فايتر رجل الاطفاء ده مفرد، يبقى الغلط في are اني بشيلها واحط مكانها is، يبقى الاجابه is. 7 do you know how ناقص لها ايه؟ to عشان اسمها know how to، وبعد كده فعل في المصدر use تكتبه زي ما هو. كل دي اسئله امتحانات. able you able لازم يجي قبلها am او is او are. طب اليو اجيب am ولا is ولا are؟ اجيب are فاحط are، وبعد كده able you بص اخليها you able عشان اليو اللي بتيجي الاول، يبقى are you able to، وده سؤال فعشان كده الار جايه في الاول خالص، يبقى ار حطيتها علشان اليو، وبعد كده
اليو تيجي قبل able مش بعدها، يبقى are you able. are you يبقى تكتب able. ايه ability دي؟ لا اسمها able، والتو اهي مكتوب عشان تقول able to. no وحاطط not يعني عايز نفي. طب النفي بتاع نو اللي هي نو هاو تو بيتعمل ازاي؟ دونت ودازنت. لو رجعت هتلاقيه، بص كده، لو بصيت على النفي بتاع نو هاو تو، ادي النفي اهو. النفي بتاعها بيتعمل يا اما بدونت يا اما بدازنت. قشطه. طبعا الدونت مع الجمع والدازنت مع المفرد. لو بصيت على سيستر هتلاقيها مفرد يبقى تقول دازنت، وبعد كده نو تكتبها زي ما هي، واوعى تحط لها اس عشان دازنت بيجي بعدها فعل في المصدر. 11 بص، نو هاو يبقى قالك ايه؟ تو، وبعد كده رايتنج خليها في المصدر تبقى رايت. شيل الاي ان جي بس رجع حرف الاي اللي كان متشال بسبب الاي ان جي. كان تبقى كانت، بس قبل ما اخليها كانت اقرا الجمله. I can read this English word. اقرا الكلمه اللي بالانجليزي. I will ask Mr. علي to help me. هسال مستر علي يساعد. يبقى انا لا استطيع، يبقى كان خليها تبقى كانت. 13 الاء او علاء are able to. الاء او علاء ده مفرد يبقى بدل ار خليها تبقى از. 14 you know وفي الاخر علامه استفهام. know how to لما يكون في الاخر معاه علامه استفهام يبقى ده سؤال، والسؤال بتاع know how to بيتعمل بدو او does. دول الجمع ودز للمفرد، بس انا هجيب دو علشان اليو تو عمل جمع، يبقى اقول do وبعد كده اكتب يو وبعد كده know، يبقى do you know وبعد كده how to مكتوب. do you know how to يعني هل تعرف ان. بص كده السؤال بتاع know how to، ادي السؤال بتاعها اهو. بص do بعد كده جمع اللي هو كان كلمة you، وبعد كده know how to. ولو كتب does هيكتب مفرد زي هي أو she أو it، وبعد كده يكتب know how to. وسواء do أو does لازم know how to تبقى في المصدر. know دي ما ينفعش يتحط لها اس عشان خاطر do و does. نرجع تاني. إيمان knows، ولو سألتك ليه know عليها حرف الاس قولي بسبب إن إيمان دي كأنها she، فالشي بتخلي know عليها حرف الاس. يبقى قالك how وبعد كده to make اهي to اللي هي know how to، وفعل في المصدر اسمه make. خلص جرامر الوحدة التاسعة. تعال على الوحدة الأخيرة العشرة، خاص بيها حاجة اسمها ترتيب الصفات. ترتيب الصفات ده درس موجود في تانية إعدادي ومش موجود تاني. هو موجود في تانية، لا موجود في تالتة إعدادي ولا موجود في ثانوية عامة. طب اسمه إيه؟ اسمه درس ترتيب الصفات. بنرتب الصفات على حسب الترتيب اللي هقول عليه. أول حاجة وصف، وهتكلم عن كل واحدة دلوقتي. حجم، شكل، وصف، حجم، شكل، عمر، لون، مادة خام. أي صفات هتترجمها بالشكل ده. وصفها، والوصف ده اللي هو حاجة جميلة أو قبيحة كده. حجم اللي هو الحجم، السايز، المقاس، مقاس الحجم، هل هي بيج ولا سمول كده يعني. الشكل بنتعامل معاه يا اما طول يا اما شورت. هو ده الشكل اللي انا اقصده، يا اما طول يا اما شورت، ده الشكل. العمر اللي هو عمر الحاجه، يا اما قديمه يا اما جديده كده. اللون، تعرف اللون، ماده خام اللي هي الماتيريال، خشب، بلاستيك، الحاجات اللي زي كده. وفي الاخر خالص بقول اسم الحاجه، يعني بعد ما بوصف الحاجه رقم 7 بقول اسم الشيء. طب انت هتحفظ الست ترتيبات دول ازاي عشان لما يجي لك سؤال؟ انا نفسي حافظهم عن طريق اني بستخدم اول حرف في كل كلمه. يعني وصف دي خدت الواو بتاعتها، وحجم خدت الحاء، وشكل خدت الشين، فكونت كلمه اسمها وحش. عمر خدت العين، لام خدت اللام من لون، والماده الخام خدت منها الميم، فاداني كلمه اسمها وحش علم. وحفظت كلمه وحش علم، وبدات بعد كده اخد الواو اعمل منها وصف، والحاء حجم، والشين شكل، والعين عمر، واللون اللام لون، والميم ماده خام. بس انا نفسي حافظهم كده، انت احفظهم كده. فلما يجي لك سؤال على الدرس ده، مثلا قالك صحح الخطأ في سؤال زي كده، قالك I bought، أنا اشتريت
نقط. وجي قال لك صحح الخطأ في كلمة white، ماشي، وكتب fantastic، ماشي، انا مش هطول يعني فيها. بعد كده كتب scarf. عايز صحح الخطأ في الصفات دي. فانت بتبص على وايت، فانت حافظ ان وايت معناها ابيض، فانتاستيك معناها رائع جميل. فبتبص كده على الصفات اللي عندك، مش وايت ده لون، واللون رقم 5، وفانتاستيك رائع، ولما اقول ان الحاجه رائعه او جميله يبقى ده وصفها. هل انا ينفع اقول 5 قبل رقم 1؟ لا، المفروض ان 1 هو اللي اول، يعني الوصف ده هو اللي جاي في الاول. فلما المفروض اصحح سؤال زي كده فاعكسه واقول ان الصح يبقى اني اقول فانتاستيك الاول، وبعد كده اقوم قايل وايت. هي دي طريقه حل السؤال. يبقى السؤال ده بشوف الكلمه خاصه بأني حاجه من الحاجات دي. وايت ابيض ده لون، يبقى خاص برقم 5. فانتاستيك رائع او جميل، حاجه جميله قبيحه، يبقى ده وصفها وده رقم 1. ما ينفعش اقول 5 بعد كده 1، اقول 1 الاول وبعد كده 5. مش لازم يبقى الترتيب بالعدد، يعني مش لازم اقول 1 2 3 4، لا، ده الاول وبعد كده اللون. تعال بقى نشوف الاسئله الخاصه على الدرس ده. اول حاجه ده اختيارات. بتبص على الاختيارات، بص 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، كلهم نفس الكلمات بس الترتيب مختلف. فانا بعمل ايه بقى؟ امسك واحده منهم، اي واحده عشوائي، ماشي، واشوف الترتيب بتاعها مظبوط ولا لا، وارتب عليه واحده واحده. تعال، بيج معناها ايه؟ كبير. بيج معناها كبير. تعال نكبر كده. بيج معناها كبير. طب ولما اقول ان الحاجه كبيره او صغيره يبقى ده حجم، صح؟ يبقى ده حجم. طب لو فاكر الحجم من هناك، وصف حجم، الحجم ده رقم 2، ماشي، اكتب تحتها رقم 2. ريد احمر ده لون، واللون هناك رقم 5. اللون رقم 5. ليزر معناها جلد، والجلد ده مادة خام، والمادة الخام هناك لو فاكر بقى وحافظ ان المادة الخام رقم 6. 2 5 6، الترتيب ده مظبوط. 2 الاول بعد كده 5 بعد كده 6، لكن ما ينفعش اقول 6 2 5، فاهم قصدي؟ فده طالما مظبوط يبقى هو ده الاختيار. ودي على فكره انا اخترت عشوائي، ما اعرفش والله ان الاختيار هو اول واحد. تعالى مثلا على تاني سؤال، واحده واحده هتيجي معاك. بيوتيفول معناها جميل، ولما بقول ان الحاجه جميله او قبيحه يبقى ده وصف، والوصف انا كاتبه هناك رقم 1. بص انت اكتبهم في ورقه عندك، وصف بعد كده حجم بعد كده شكل بعد كده عمر بعد كده لون بعد كده ماده خام، اكتبهم زي ما انا كنت كاتبهم من شويه، وبعد كده حل معايا. بيوتيفول جميل ده وصف يبقى رقم 1. نيو يعني جديد، لما اقول ان حاجه جديده او قديمه يبقى ده عمر، والعمر رقم 4. بلو ازرق، وازرق ده لون، واللون رقم 5. 1 4 5 مظبوطه، يبقى هو ده الاختيار. صدفه والله. وعلى فكره مش لازم تطلع اول واحده، على فكره بقى لو جربت الباقيين هتلاقيهم غلط، فاهم؟ فاحنا بنشوف نختار اول واحد. تعال على رقم 3. انا ما بقراش السؤال، انا بشوف الترتيب بس صح ولا غلط. هو ده طريقه حلك على الدرس ده. سيبك من قراءه السؤال، بص على الترتيب هتلاقي نفسك بتحل. يلا. لينين ده كتان، فده ماده خام. لينين كتان ماده خام، الكتان والخشب والحاجات دي ماده خام، والماده الخام رقم 6. ماشي. وايت ابيض، وابيض ده لون، فاللون رقم 5. 6 بعد كده 5، هل الترتيب ده مظبوط؟ لا، كده في غلطه. لوز يعني واسع، واسع يبقى حجم، صح؟ واسع وضيق يبقى ده حجم، والحجم رقم 2. هل ينفع اقول 6 5 2؟ لا، المفروض العكس، 2 الاول وبعد كده 5 وبعد كده 6. يبقى لازم اختار الاختيار اللي بيبدأ بلوز. فين اللي بيبدأوا بلوز؟ اهي، صح؟ وبعد كده وايت اهي، واخر حاجه لينن كتان، يبقى هو ده اللي ايه؟ فاهم قصدي؟ انا بعمل كده. الاسئله اللي بعد دي حاجه تاني. تعالى على الكوريكت هنا. بريتي معناها جميل، هنا نصحح الخطا، جميل، ولما اقول ان الحاجه بريتي جميله يبقى ده وصف، والوصف رقم 1.
جولد يعني ذهب، والذهب ده مادة خام يبقى رقم 6. لونج يعني طويل، ولما اقول الحاجة طويلة او قصيرة يبقى ده شكل، والشكل رقم وحش يبقى رقم 3. طب ايه الغلط هنا؟ اقول 1 بعد كده 3 بعد كده 6، يبقى المفروض الصح ان انا اقول بريتي وبعد كده جولد، صح؟ لا، بريتي بعد كده لونج وبعد كده جولد. يلا السؤال الثاني. لونج طويل، ولما اقول حاجه طويله يبقى ده شكل يبقى رقم 3، طويله او قصيره يبقى شكل. بيوتيفول جميل ده وصف يبقى رقم 1. وايت ابيض لون يبقى رقم 5. المفروض ان انا اقول ايه؟ بيوتيفول الاول عشان دي رقم 1، وبعد كده اقول لونج عشان دي رقم 3، وبعد كده وايت رقم 5. سؤال 3 نفس الكلام. نيو يعني جديد، ولو الحاجة جديدة أو قديمة يبقى ده عمر، والعمر رقم 4. وحش علم، العين رقم 4. بريك يعني قالب طوب، وده زي ما تقول كده يا مادة خام يا اسم الحاجة. ماشي، اعتبره مادة خام. يعني بريك هنا يعتبر رقم 6. وايت منزل سوري وايت أبيض، أنا ترجمت هاوس. وايت أبيض ده لون، واللون وحش علم، اللون رقم 5. 4 6 5، لا المفروض انت صح اقول ايه؟ نيو 4 و5 6 وايت، وبعد كده بريك. بريك دي اخر واحده، بريك. 4 كوتون قطن ماده خام وده 6. رد احمر 5. نيو جديد 4 عمر، مش العمر نيو جديد ده عمر يبقى 4، يبقى اعكسهم اقول نيو بعد كده ريد وبعد كده كوتون. اخر سؤال. بلاك اسود لون، واللون رقم 5. نيو جديد وده عمر رقم 4. ليزر يعني جلد، وده ماده خام رقم 6. يبقى اقول نيو الاول وبعد كده بلاك وبعد كده ليزر. خلصانه كده الدرس بتاعك. في تاني؟ في واحده اهي. لونج طويل، طويل وقصير ده شكل وحشي يبقى الشكل رقم 3. كوتون ماده خام ده 6. ريد لون ده 5، يبقى اقول ايه؟ لونج بعد كده ريد واخر حاجه كوتون الماده الخام. خلصه. اما بقى اخر حاجه، هي عندنا اسم اشاره اسمه this. اسم اشاره اسمه this، وده معناه هذا او هذه. واخوه اسمه ذات، وذات معناه هذا او هذه. ايه ده؟ الفرق بينهم ايه؟ والله هما الاثنين مفرد، this مفرد وذات مفرد، بس الفرق بينهم يعني انه ده بيتقال للحاجات القريبه، اي مفرد قريب يعني مني، لكن ده بيتقال للحاجات البعيده. بس خلاص هو ده الدرس. this وذات. this مفرد معناه هذا او هذه، وذات برضو مفرد معناه هذا او هذه، بس الفرق ما بينهم هو ان this بتيجي للحاجات القريبه لكن ذات بتيجي للحاجات البعيده. تعال بقى بص الجمع منهم، يعني ده ليه جمع. الجمع بتاع this اسمه these ومعناه هؤلاء. ماشي؟ بيجي مع القريب برضو، يعني جمع بس بيجي مع الحاجات القريبه. طب تعالى الذات الجمع منه اسمه زوس، معناها هؤلاء برضو بس بيجي مع البعيد. يبقى الاثنين اللي فوق ده مفرد وده الجمع بتاعه، بس دول بيجوا مع الحاجات القريبه، وبرضو ده مفرد وده الجمع بتاعه، بس دول بيجوا مع الحاجات البعيده. خلص الدرس. اخر حاجه فيه كلمه اسمها one دي بتعبر عن المفرد، اما لو عايز اعبر عن الجمع بقول ones بتعبر عن الجمع. بس هنا لو اي مفرد بتتكلم عنه بذس او ذات بتعوض عنه بوان. طب لو اي جمع بتتكلم عنه بذيس وذوس يبقى تعبر عنه بوانس، لان دي جمع ودي جمع، دول معناهم هؤلاء بس بتعوض عنهم بوانس، لكن المفرد زي ذس وذات بتعبر عنهم بوان. بس يبقى الثلاثه دول مفرد والثلاثه دول جمع. ماشي؟ ده مفرد قريب لكن ده مفرد بعيد. ده جمع قريب لكن ده جمع بعيد. لكن one وانس تتقال حاجه قريبه بعيده مش تفرق معي، بس الفرق ان one مع المفرد لكن once مع الجمع.
تعالى بقى نشوف الاسئله بتاعته. اول حاجه اطلع 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 اطلع. ماشي. هنا عايز once. once او one. يا دي يا دي. دي مفرد لكن دي جمع. ينفع اخد وان ابوستروف اس؟ لا. طب وانس كده هي ما هي دي. دي هي دي. ويعني دي المفروض كانت تتكتب كده. هو بس اتلخبط هنا. ماشي. فانا عايز يا 1 يا وانس. طب تعال نشوف. لو بتكلم عن مفرد اقول له 1. طب لو بتكلم عن جامع اقول له وانس. نيو كارز عربيات من غير ما اكمل جامع. لانه قال لك نيو كارز العربيات الجديده نيد ليس بترول بتحتاج لبترول اقل من العربيات القديمه، فعايز يتكلم عن حاجه جمع يبقى تقول له وانس. فانا بشوف لو مفرد يبقى 1 ولو جمع يبقى وانس. طب تعال خلينا في 1 وانس. فين 1 وانس؟ السؤال ده. Let's watch a different film. بيتكلم عن فيلم وكمان قال لك this وذس دي مفرد يبقى تختار 1 بتاع المفرد. طب واحده كمان 9. these يعني هؤلاء بتيجي مع الجمع قريب بس مش هيفرق معاك قريب ولا بعيد. طالما بيقول لك these shoes جزمه والجزمه دي تعمل جمع يبقى تاخد 1 ولا تاخد once؟ اوعى تاخد دي. سوري. اوعى تاخد once دي. انا عايز 1 مفرد يا once جمع يبقى هتقول لي once جمع. عرفت منين يا عم؟ لانه بيتكلم عن الشوز. فاهم قصدي؟ لو قال لك صحح الخطا في 1. بص يا سلام. لو قال لك صحح الخطا في 1 حولها لونس بتاعت الجمع. ماشي. وبرضه لو قال لك صحح الخطا في 1 خليها وانس بتاعت الجمع. طب لو قال لك صحح الخطا في وانس بتاعت الجمع خليها له 1 بتاعت المفرد. يعني الاثنين عكس بعضيهم. ماشي. لانه بص هنا this دي مفرد. فاهم؟ فعشان كده خلاها 1 بتاع المفرد. لكن هنا زيس دي جمع عشان كده خلاها وانس بتاعت الجمع وهكذا. زوس جمع. تعالوا بقى هنا السؤال ده 10. I lost my phone. فقدت هاتفي. I need to buy a new note. هو بيتكلم عن الفون التليفون يبقى مفرد يبقى تعوض عنه ب 1. هو حاطط لك once بس بشكل ابوستروف اس. لا شيلها يبقى لك 1. تعالى نرجع لذس وذات بقى. Where did you get not sunglasses؟ وسانجلاسز نظارة شمس ودايما تعامل معاملة الجمع فتجيب لها زوس بتاعة الجمع. مفيش جمع تاني. هو بص الاثنين الجمع يا اما زوس يا اما زيس. فاهم قصدي؟ الاثنين دول بس بتوع الجمع لكن ذات وزيس دول بتوع المفرد. بس الفرق بقى من الزوس وزيس ان زوس دي بعيد لكن زيس قريب. وهنا كده كده اصلا مش جايب زيس في الاختيارات فخدنا زوس على طول. جولد ايرينجز. ايرينجز اللي هو الحلق والحلق دايما يعامل جمع يبقى تقول له زيس. الا ده في زوس برضه. هنا بقى فرق الاثنين دول جمع بس دي قريب لكن دي بعيد. طب يا مستر اخد قريب ولا بعيد؟ مش بمزاجي انا لازم اقرا السؤال. قالك in my hand. in my hand يعني الحلق اللي في ايدي. طب لما يكون الحلق في ايدي يبقى قريب ولا بعيد؟ يبقى قريب يبقى تقول لي زيس. 7. do you prefer dress or that one؟ دريس فستان فده مفرد يبقى المفرد تجيب له this او that. مفيش غير this يبقى خدنا this. 10. I was surprised. كنت متفاجئ بالنيوز. نيوز اخبار تعامل معامله المفرد واوعى تفتكر انه عشان اخرها اس يبقى اعملها جمع. لا دي كده قاعده وفخ حاططهولك ان نيوز اخبار تعامل مفرد وبما انها تعامل مفرد يبقى تاخد لها this او that ومفيش غير this يبقى تاخد this. سؤال رقم 7. Why don't you wear؟ لماذا لا ترتدي nice scarf؟ scarf ده مفرد يبقى بدل this هات المفرد منها والمفرد من this اسمه this. مفرد منها لو رجعت كده هتلاقي ان ايه؟ this. بص this المفرد منها اسمه this وthose المفرد منها اسمه that. خلصوا؟ 8. these shirts ده جمع. بص shirts هو القمصان ار وجايب لك ار جمع كمان يبقى هات الجمع من this. الجمع من this اسمه these. ماشي. this is ده is ده مفرد يبقى هات المفرد من these اللي هو this. بص عمال يخليك تعكس فيهم. في تاني I like leather belt. الحزام ده مفرد يبقى هات المفرد من these يبقى this. ادي الدرس بتاعك. خلص جرامر الوحدة ده ما اتحلش. 1 يبقى once من غير ما اقرا السؤال اكيد بيتكلم عن جمع. بص
these جمع، are جمع، يبقى عشان كده one بقت once. في تاني؟ بس كده يبقى كده خلصنا مراجعة الوحدة التاسعة والوحدة العشر. الحمد لله كده مراجعة شهر إبريل بالنسبة لامتحان الشهر كده أنت جاهز ليها إن شاء الله. وبقى لنا المحادثات والقطعة والدايلوج دول إن شاء الله هننزل لهم فيديوهات، متقلقش مش هسيبك، هنزل لك فيديو إن شاء الله خاص إزاي تحل الدايلوج محادثات بالكامل، إزاي تحل سؤال القطعة لأن في ناس منكم عندها مشاكل فيه إن شاء الله هنحلها مع بعض، وآخر حاجة إزاي تحل الباراجراف برضه هنعمل لها فيديو إن شاء الله. فما تقلقش إحنا بس راجعنا على الكلمات والجرامر، ولكن هنعمل فيديوهات قريب إن شاء الله لكل حاجة في المنهج. وبنأسسك لتالتة إعدادي إن شاء الله عشان الفترة اللي جاية تبقى مهمة. بعد ما بتخلص تانية بترجع لنا على كورسات تالتة بقى وبداية تالتة إعدادي إن شاء الله عشان نبدأ الجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.